من أبناء هذا البلد العظيم، من أبناء اليمن، هناك في أقصى الدنيا، هناك بعيدا عن الوطن، هناك بعيدا عن نفقة الرأس، عن الأهل والأحباب. إخواني أيها الأحرار، يا من خربكم هذا النظام، يا من رحلكم هذا النظام، يا من كفركم هذا النظام، اليوم إخوانكم هنا في ساحات التغيير وميادين الحرية في الوطن يجتمعون على شعار واحد. اليوم أسمعه من خلال التليفون، أسمعه يردد هناك عندكم، وهنا أيضا الشعب يريد إسقاط النظام. الله أكبر! يريد إسقاط النظام! إسقاط النظام! الشعب يريد إسقاط النظام! الشعب يريد إسقاط النظام! الشعب يريد إسقاط النظام! الشعب الذي خلق الفوضى، هذا النظام الذي أراد أن يفقد الإنسان إنسانيته، هذا النظام الذي أراد أن يهزمنا من الداخل. شيخ لو سمحت مسكها سوا. هذا النظام الذي جعل الأمور تنقلب على عواقبها، هذا النظام الذي من يوم عرفناه وهو يؤصل فينا الخوف، ويؤصل فينا الجوع، ويؤصل فينا العبودية، ويؤصل فينا التبعية، ويدمر كل معنى للإنسانية والحرية والكرامة في نفوسنا وعقولنا وقلوبنا. هذا النظام اليوم نجتمع في كل ساحات التغيير وميادين الحرية لنطلق حكمنا الأخير عليه بالإعدام. سيسقط النظام والشعب يريد إسقاط النظام! الشعب يريد إسقاط النظام! الشعب يريد إسقاط النظام! الشعب يريد إسقاط النظام! الشعب يريد اسقط علي عبد الله، يا الله يا الله، اسقط علي عبد الله، يا الله يا الله! اسقط علي عبد الله، يا الله يا الله، اسقط علي عبد الله! يا الله يا الله! اسقط علي عبد الله! أيها الأحرار، أبشركم بأن النصر قريب، وأنها أيام معدودات بإذن الله تعالى إن لم تكن ساعات. النظام اليوم لم يعد إلا ظاهرة صوتية، يعني محمد صالح أصبح مجرد مشاهد تلفزيونية، ظاهرة صوتية لا حقيقة لها. لقد سقط مشروعية وها هو ذا يسقط حقيقة ووجودا. لقد أسقطناه بالفعل. اليوم تحول علي عبد الله صالح إلى سجين في قصره. اليوم تحول هو ومناطقته إلى مجموعة من السجناء الموجودين داخل أسوار القلاع، وغدا يقتلع من هذه القلاع. اليوم تبدلت الأمور، تغيرت الأحوال، صار الشعب خرج يسعى لحريته وكرامته. لقد أصيب النظام بالشباب السياسي، تساقط أطرافه ونحدث أركانه. كل ما يحصل اليوم هو خير لهذا البلد وخير لأبناء هذا الشعب في الداخل والخارج. اليوم لا صوت يعلو فوق صوت الشعب،